سلام مربع للوصفة ديت للفطار وللعشاء، وانسي حيرة كل يوم. كل الحكاية كوبايتين دقيق، وانسي كل حاجة. كوبايتين الدقيق حطيت عليهم معلقة كبيرة من السكر ورشة ملح صغيرة، قلبت كله مع بعض. حضرت معايا كوباية مية دافية وبدأت انزل بالمية تدريجيا على الدقيق بالشكل دوت. وهقولك دلوقتي انا استخدمت قد ايه مية على كوبايتين الدقيق. بدأت اللي انا اعجنهم كويس جدا بالشكل دوت لحد ما تلم معايا وبقت عجينة لينة بالشكل دوت كده. حطيت على وشها شوية من الزيت وفي الأرضية كمان شوية من الزيت، هغطيها واسيبها ترتاح شوية. استخدمت بقية الكوباية ودول اللي فاضوا معايا من كوباية المية. تعالي بقى كده بعد ما سبتها شوية تستريح، تعالي نشوف هنعمل فيها ايه. هقطعها بالشكل دوت كده. كوبايتين الدقيق هيطلعوا معايا 5 كرات. انت هتعملي ايه بالظبط؟ هقولك دلوقتي. هعمل وصفة تجنن، سهلة وبسيطة وكمان مش متعبة خالص، اي حد يدخل المطبخ يجربها. دلوقتي بعد ما خلصت الكمية كلها بدأت اللي انا اسيبها شوية ترتاح. حطيت في الأرضية شوية من الزبدة وفوق الوش شوية من الزبدة، معلقة ومعلقة. تقدري تستبدلي الزبدة بالسمنة او بالزيت لو انت حابة. بعد ما سبتها ترتاح شوية هبدأ اللي انا افردها بالشكل دوت. هتتفرد معايا بكل سهولة. شكلك هتعملي فطير؟ لا، مش هعمل فطير، هعمل اللي احلى من الفطير. كلنا بنستصعب موضوع الفطير، لكن المرة دي الموضوع هيكون سهل وبسيط جدا. هنعمل فطيرة بسيطة جدا، مش فطير مشلتت ولا اي حاجة، بس فطيرة اي حد يدخل المطبخ يعملها وما يبقاش الموضوع صعب عليه. هبدأ اللي انا افردها كده، وطبعا دهن ايديا من المادة الدهنية سواء الزبدة او السمنة او الزيت المتوفر عندك. بعد ما فردتها كويس جدا جبت معايا معلقة من الزبدة ودهنتها، وهبدأ اللي انا اقطعها بالشكل دوت وهقفلها معايا برضو بالشكل دوت. طريقة سهلة وبسيطة وكمان الطعم حكاية. خلصت دلوقتي الفطيرة بتاعتي وطلعوا معايا 5 فطاير. هسيبهم يرتاحوا شوية، وبعد ما ارتاحوا هبدأ اللي انا افردهم بالشكل دوت كده. عايزاها شكل مربع، عايزاها مدور، على حسب ما انت عايزة. طاسة على النار تكون سخنة، ونزلت بالفطيرة اللي احنا عملناها. هديها تحميرة على الوش ديت، وبعد كده الناحية التانية، وهرجعها تاني على الوش الاولاني، وهسيبها لحد ما تتحمر معايا وتديني اللون الحلو الجميل اللي انت هتشوفيه دلوقتي دوت. وطبعا مهدية النار. عايزه اقولك بقى تاكليها جنب حته جبنه، تاكليها بقى كده مع شويه سكر ولبن. الموضوع سهل جدا وبسيط. لا، وكوبايتين دقيق عملوا لك 5 فطاير، كل واحد ياخد واحده. بصي طريه وجميله ومرقه من جوه. وممكن تعملي كمان عليها صوص شوكولاته، وممكن تقطعي عليها فاكهه على حسب ما انت عايزه. اللي انت عايزاه اعمليه، سواء عايزاها حلو او حادق. اديني قلتلك على كذا فكره للحلو والحادق. ممكن جبنه، حتة جبنة قديمة على حسب